حرب الخلافة الإسبانية هي حرب نشبت في فترة 1701 و 1714، وتضمنت أيضا حرب الملكة آنا في أمريكا الشمالية. كانت حرب الخلافة الإسبانية صراعا أوروبيا كبيرا بدأت بوادره بالظهور عام 1701 مع موت الملك الإسباني كارلوس الثاني، وهو آخر ملوك سلالة هابسبورغ. كان كارلوس قد أورث كامل مملكته لفيليب دوق أونغو، وهو حفيد الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، فأصبح ملك إسبانيا باسم فيليب الخامس. بدأت الحرب ببطء عندما شارع رأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة ليوبولود الأول بالمطالبة بأنه الأحق بعرش إسبانيا. وكان لويس الرابع عشر يقوم بتوسيع أراضيه في أوروبا بعنف، مما دفع جيرانه على أخص إنجلترا وجمهورية هولندا لدخول في حلف مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة لضبط التوسع الفرنسي في أوروبا. وكان للإنجليز سببا إضافيا في ذلك، وهو حماية الملكية الإنغليكانية في بلادهم. انضمت دول أخرى لذلك النزاع، وامتدت المعارك من أوروبا إلى أمريكا الشمالية، وأصبحت تعرف بين المستوطنين الإنجليز في العالم الجديد بحرب الملكة آنا. استمرت الحرب أكثر من عقد من الزمن، لمع فيها نجم العديد من القادة والجنرالات من كل الطرفين، مثل دوق فيلار ودوق بيرويك من فرنسا، ودوق ماروبور من إنجلترا، والأمير يوجين من نمسا. وانتهت الحرب بتوقيع معاهدة أوتريخت عام 1713 ومعاهدات راستاتا عام 1714. ونتيجة لذلك بقي فيليب الخامس ملكا لإسبانيا، ولكنه أزيح من سلسلة خلافة العرش الفرنسي، وذلك لتجنب حدوث أي اتحاد مستقبلي بين مملكتي إسبانيا وفرنسا. وفازت النمسا بمعظم إقطاعيات إسبانيا في إيطاليا وهولندا، ونتيجة لذلك انتهت الهيمنة الفرنسية على القارة الأوروبية، وأصبحت فكرة إيجاد توازن القوى الدولية آنذاك حقيقة واقعة بفضل معاهدة أوتريخت. ونتيجة لهذه المعاهدة كسبت بريطانيا المستعمرات الإسبانية في جبل طارق ومينوريكا إحدى جزر الباليار، كما كسبت عقدا تقوم بموجبه بإمداد كل المستعمرات الإسبانية في أمريكا بالمستعبدين الأفارقة. وأيضا منحت فرنسا بريطانيا مقاطعة خليج هوديسون ونيوفولندا ومنطقة نوفا سكوتيا. أما كار السادس إمبراطوري روماني المقدس رفض توقيع معاهدة أوتريخت، وادعى أنه هو الوريث الحقيقي لعرش إسبانيا. لذلك استمرت الحرب بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة حتى عام 1714 ميلادية. وفي هذا العام وقعت الدولتان معاهدة راستاتا وبادان، اللتين أكدتا معظم الشروط الواردة في معاهدة أوتريخت. أسدلت المعاهدتان الستار على حرب الخلافة الإسبانية التي دامت لقرابة عقد من الزمن، وأنهت معاهدة راستاتا بشكل خاص النزاع الذي كان قائما بين الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا والإمبراطور شارلز السادس إمبراطورية الرومانية المقدسة، وذلك بعد أن توقفت بقية الحروب بين الأطراف الأوروبية الأخرى.